لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والصلاة على النبي، والسلام عليكم. كشف أندي ديلور النجم الأسبق لمنتخب الجزائر عن كواليس جديدة بخصوص الصدام الذي حدث بين المدرب جمال بالماضي ولاعبه سعيد بن رحمة. وكان المدرب الملقب بوزير السعادة دخل مشادة عنيفة مع لاعب وسط ويست هام يونايتد الإنجليزي خلال المواجهة الودية أمام مصر التي دارت في شهر أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية عدم تقبل الأخير فكرة تغييره بزميله حسام عوار. ولم يتواجد بن رحمة في القائمة الأخيرة لمنتخب الجزائر خلال توقف نوفمبر، وسط تواتر أخبار عن خروجه نهائيا من حسابات جمال بالماضي. في تصريحات أدلى بها للقناة الرياضية القطرية الكأس، كشف أندي ديلور الهداف الأسبق لمنتخب الجزائر عن كواليس الخلاف بين بالماضي وابن رحمة. وقال النجم الحالي لنادي أم صلال: تابعت اللقطة مثل الجميع على شاشة التلفزيون، غير أنني تمكنت من الحصول على بعض التفاصيل من قبل بعض الأصدقاء الذين ما زالوا ينشطون في صفوف منتخب الجزائر. وتابع حديثه بالقول: علمت أنهما تصالحا في غرفة الملابس وأنهيا الخلاف الذي نشب بينهما أثناء المباراة. وأتم قائلا: على الميدان تحصل العديد من الأشياء غير المتوقعة، نحن بشر، في بعض الأحيان نفقد أعصابنا ونقوم بتصرفات انفعالية تحت تأثير الضغوط.